اوعى ترمي الوصلة الأصلية بتاعة التليفون بتاعك، وبالذات لو التليفون بتاعك غالي. الوصلة الأصلية دي بتكون غالية جدا، التايب سي أو الوصلة العادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصلة اللي في ايدي دي تايب سي اصلي، تمام، مقطوعة من عند السوكت بتاع الشاحن اللي هو بيركب في الموبايل. تمام، مع بعضينا دلوقتي هنبتدى ان احنا نصلحها ونشغلها. مش هقول لكم انا هصلحها اخليها ترجع جديدة 100% زي ما كانت جاية من الشركة بتاعتها، ولكن بإذن الله هخليها تشتغل بنسبة 95%. تابعوني واتفرجوا معايا على الفيديو دوت، واعملوا اشتراك واعملوا لايك واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. الوصلة ديت بتاعة تايب سي أصلية، اللي هي بتشحن أي تليفون تايب سي. طبعا الوصلة الأصلية النهاردة سعرها معدي خالص، ممكن يعدي 250 أو 300 جنيه. هتقولي الوصلات الجديدة اللي في السوق 100 و150، هقولك وصلات دي تعبانة، وممكن كمان الوصلة ديت سعرها كمان يوصل لحوالي 500 جنيه. الوصلة التايب سي الأصلية أو الوصلة العادية اللي هي بتاع التليفون السوكت العادي، لما تكون أصلية بتساعد معاك في شحن التليفون بأقصى سرعة. يعني الوصلة الأصلية ديت اللي أنا بحاول أصلحها دلوقتي ممكن تشحن لك التليفون في خلال نص ساعة، تلت ساعة بالكتير قوي. أما الوصلات العادية اللي هي بتتباع على أساس إن هي أصلية، الوصلات ديت تلاقيها بتقعد معاك ساعات وساعات على ما يشحن معاك التليفون. الفرق ما بين الوصلة الأصلية والوصلة العادية زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، في حاجات كتيرة جدا، وفي أسلاك داخلية وأسلاك خارجية، ومعمول غلاف وشغل جامد قوي عشان خاطر الوصلات ديت تستحق ان هي تكون أصلية، ويستحق الفلوس اللي بتدفع فيها. لكن بالنسبة للوصلة العادية، الوصلة العادية مش هتلاقي فيها الشغل اللي معمول دوت اطلاقا. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا دلوقتي كده خلاص فكيت السوكت اللي هو بتاع الوصل نفسه، وابتديت اظهر الرجول. ظهر معايا الرجول سلكين مع بعض في قاعدة واحدة، وبعد كده بيدينا سلك تاني لوحده، وبعد كده سلك احمر لوحده، وبعد كده سلك ابيض، وبعد كده سلكين احمر. تمام، دول زي ما انتوا شايفين اهوت. ادي السوكت اهو منظره، سلكين مع بعض في الاول بيبقوا مع بعض ملحومين مع بعض، وبعد كده سلك لونه اخضر او بنفسجي حاجه زي كده، والسلك تاني احمر، وسلكين لا سلك ابيض، وبعدين سلكين حمر. زي ما انتوا شايفين اهو، انا وصلتها هيت ووصلتها على مكنه الفوري، اشتغلت تمام. دي وصله اصليه، خساره ان هي تترمي. اوعى ترمي الوصله الاصليه. شوف اي فني بتاع صيانه ممكن يصلحها لك واديله الفلوس اللي هو عايزها. لو هياخد منك 50 جنيه ولا 100 جنيه ويصلح لك الوصله الاصليه، احسن ما تروح تشتري وصله ب150 ولا ب200 جنيه على اساس ان هي اصليه ومش هتساعد معاك ومش هتقعد معاك كمان. زي ما انتوا شايفين الوصله خلاص اهيت على التقفيل بنسبة 50%. دلوقتي استخدمت انا اللزق اللي بستخدمه في الشاشات عشان خاطر اقدر اقفل المكان دوت. في حاجات تانية كتيرة بتتعمل الفنيين بيعملوها والمهندسين، لكن انا بقول لكم على اللي انا بعمله دلوقتي. انا الحاجة دي كانت تالفة عندي، وانا قررت ان انا اشغلها واستفاد بيها. مش بس الوصلة دي بس، ده كمان في وصلة تانية زيها بالظبط انا لسه مصلحها، ووصلة عادية برضك انا لسه مصلحها زي ما حضراتكم شايفين اهوت. تمام، الوصلة ان شاء الله هرجعها قدام حضراتكم بنسبة 95%. الوصلة دي هتشتغل بإذن الله. يمكن يكون السوكت معوج سنة، لكن مفيش اي مشكلة خالص. انا اللي يهمني ان هي تشتغل. استخدمت اللزق اللي انا بستخدمه في الشاشات، واستخدمت كمان اللزق اللي هو السريع اللي هو الحام الامير السريع، ده بيساعد معايا برضك. وكمان هستعمل اللي هو البلاستر الاسود
عشان خاطر ان انا اخلي شكل الوصلة يبقى كويس زي ما حضراتكم شايفين. يعني ممكن نقول ان الوصلة ديت تكون كلفتني مثلا 10 15 20 جنيه، مش مشكلة. المهم ان انا رجعت الوصلة تشتغل بنسبة 95%، وبتشحن التليفون في وقت قياسي حلو جدا. يعني ممكن تشحن لك التليفون في خلال ربع ساعة او تلت ساعة. ادي البراسة الاسود اهوت زي ما انتوا شايفين اهو، تمام. وبالنسبة للمكان اللي هو اليو اس بي اللي بيركب في الشاحن او في الكمبيوتر، كمان الحتة دي انا هراجع عليها. ويا ريت اي حد عنده وصلات يجيب بكرة بلاستر ويتقل جامد قوي عند الحتة اللي في اخر الوصلة وفي اول الوصلة، بنفس الطريقة دي كده يتقل جامد. يعني ادي الوصلة اشتغلت اهي بسم الله ما شاء الله بنسبة 95%. يعني حضراتكم الموضوع سهل جدا. ادي وصلتين انا صلحتهم اهو. طبعا لو عجبكم الفيديو وعجبكم الشرح اعملوا لي اشتراك ولايك وقولوا لي رأيكم في التعليقات. الموضوع انتهى على كده؟ لا، الموضوع ما انتهاش على كده. دي وصلة اهي كانت طيب سيل عادية ام 10 ولا 15 جنيه، ما كملتش حاجة وباظت. اما بقى بالنسبة للشاحن الاسود اللي قدامكم ده شاحن اصلي بتاع تليفون نوكيا. الشاحن دوت كان شغال ولكن سكت فجأة بسبب ان طبعا بيتحرك شمال ويمين، السلك اتقطع من المكان دوت. هل ينفع ان احنا نصلحه؟ ينفع نصلحه وسهل جدا ان انت تصلحه، وممكن تعمله انت في البيت كمان لو عايز. هتفك المسمار اللي فوق دوت وهتبتدى تفك الشاحن. الشواحن بتبقى عبارة عن كليبسات مش اكتر، واخد بالك. المهم ان انت تبص على كل حاجة وتشوف انت بتعمل ايه. طالما انت مش عارف ما تعملش، تمام. هتلاقي فيه هنا الصباعين دولت بتوع الكهرباء ال 220 فولت، تمام. ومكان ما بيركبوا في الشاحن. المكثفات ديت لو منفوخة بتسبب مشكلة في الشاحن تخليه يفصل وما يشحنش. المكثف سهل جدا تتغيره، تكلفته مش هتزيد عن 10 جنيه، تمام. ده بالنسبة للمكثف. الايسهات الموجودة على الكارتة سليمة مفيهاش اي مشكلة. هنضطر نقص السلك ده من هنا كده، تمام، القطعة الامامية ديت. وبعد كده هنوصل الموجب والسالب في مكانه ونعمل عقدة للوصلة، وبعد كده نقفل الشاحن عادي خالص وان شاء الله هيشتغل. ادينا قطعنا اهي القطعة اهيت اللي احنا مش عايزينها، دي بايظة خلاص. وهنعمل سلك جديد وهنبتدي ان احنا نوصله بالبوردة بتاعت الشاحن بنفس الطريقة دي كده، تمام. ونلحمه لحام كويس جدا، وبالتوفيق ان شاء الله الشاحن بتاعك هيشتغل. في حالة ان الشاحن كان شغال وفصل والسلك ما فيهوش اي حاجة، شوف المكثفات بتاعته، ممكن تلاقي مكثف منفوخ من تحت او من فوق، شوفه وتأكد منه. غير المكثف هيشتغل معاك الشاحن مفيش اي مشكلة. وادي الشاحن اهو قفلناه اهوت وهنروح نجربه دلوقتي. وطبعا وصلناه في الكهرباء ووصلناه على صب صغير. بسم الله ما شاء الله اللمبة نورت اهو.